يعني زي ما قلت في المقدمة ان العلماء هم ثروة مصر بالفعل، وان احنا بنعول عليهم امال كبيرة خلال الفترة القادمة لتقديم المزيد من الجهود والافكار التي خارج الصندوق لدعم القطاع الزراعي، هذا القطاع الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي رعاية خاصة، لاننا بالفعل كنا سلة غذاء العالم ونسعى ان نعود سلة غذاء العالم، وده اعتقد ان شيء ان شاء الله قريب جدا بعلمائنا بجهودنا باصرارنا. النهارده هنتكلم عن القمح، ومش هنمل من الحديث عن هذا المحصول الاستراتيجي اللي ان شاء الله هنصل الى الاكتفاء الذاتي في خلال الفتره القادمه. يعني مش هطول في المقدمه وهرجع لمريم. اهلا بيك مره ثانيه يا مجدي، ومنورنا في الاستوديو الدكتور عبد الرحيم النجار، الاستاذ بكليه الزراعه جامعه قناه السويس، واحد طبعا علمائنا. اهلا بحضرتك يا دكتور، منورنا، كل سنه وحضرتك طيب. الحمد لله يا رب العالمين، الحمد لله، والصلاه والسلام على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. انا بدايه ابدا حديثي باهميه القمح، ان مصر كانت سله غذاء العالم في عهد سيدنا كله صحيح كله. صحيح، وان شاء الله هنرجع ان شاء الله. يمكن حضرتك ليك تجربه وتجربه ناجحه جدا، يعني انا عارفه ان حضرتك ليك تجربه يمكن اتكلمنا عنها في حلقات سابقه، وعملنا قبل كده مداخله مع حضرتك كمان في اتصال هاتفي، واتكلمت على زراعه القمح على مياه البحر والمياه المالحه، وقد ايه دي خطوه، طبعا دي خطوه ممكن تغير الخريطه القمح في مصر بشكل. انا هقول لك على حاجه انا عملتها، سافرت امريكا في جامعه ماريلاند، ودي من الجامعات الكبيره الممتازه، وفيها العلماء، فيها العالم رامي جابول اللي هو امريكي هندي. لما سمع وهو كان بيشتغل على البلوحه، وجه ويعني عملنا معاه مناقشه، عملت معاه مناقشه وبتاع، وانبسط جدا. والدكتور الامريكي جيرالد ديتزر، ده راجل اللي هو كان مشرف على المهمه العلميه، كانت مهمه علميه للعمل ده. فالراجل ده يعني لما شاف زرعت انا على اجنه القمح، اول ما بدات 20,000 BM، 20,000 جزء في المليون ميه المحيط. وهو قال لي طب ما تخليها 5 بتاع، قلت له لا، هنبتدي من اللي انتهى ليه الاخرين. وزرعت اجنه الجنين اللي هو بتاعت القمح الصغير ده عشان ما تتدخلش معاه العناصر الاخرى اللي هي في السيتوبلازم بتاع الخليه. وبفضل الله نجحت نجاح باهر، بحيث ان كان فين يا دكتور؟ ده في ماريلاند. التجربه كانت في ماريلاند في الزراعه دي؟ تمام. كانت زراعتها قد ايه؟ اكبر معهد بحوث على مستوى العالم، واكبر مكتبه. لا مجدي قصده التجربه العلميه، الارض اللي تم زراعتها. القمح اللي انا كنت جايبه من مصر، القمح ده الجيزه 157 مصري، وبيتحمل الملوحه والجفاف هو اساسا. وعملت فيه ميوتيشن بالEMS امينو مسلفونيت، وقعدت ممكن نفسرها للمشاهد يعني افسرها ان هي ديت تطوير، يعني لا طفرات كيماويه في طفرات تلقائيه، وفي كيماويه، وفي اشعاعيه. ديت انا عملتها اول ما خدت الدكتوراه سنه 84. انا واخد الدكتوراه 82، بدات فعلا ايه هو المحصول المهم القمح، ابتدى الشغل عليه. نشوف من 44 سنه والله. ربنا يدي حضرتك الصحه. قبل بحضرتك يعني فيعني المهم انا صبيت حياتي كلها وعمري كله على هذا الموضوع. برضه عايز اقف عند النقطه دي، حضرتك خدت الاجنه من مصر ورحت هناك حضرتك لا مش خدت الاجنه من مصر، انا خدت الحبوب نفسها، وبقيت احطها في المعامل الامريكيه، وكان بيساعدني ناس يهود كمان، يعني كانوا بيشتغلوا في البتاع. حضرتك جربت تزرعها هناك في حلول استرشاديه؟ زرعتها انا في المعمل،
على 20,000 BPM. يعني ايه BPM؟ بير مليون، يعني نسبة الملوحة في المية؟ المليون. 20,000 جزء في المليون ملوحة. يعني مش المية العادية بتاعت البحر، هي معالجة شوية، مش كده؟ يعني هي احنا جبنا الملح بتاع مية البحر، تمام، ودوبناه بتركيزات أقل؟ يعني أقل من مية البحر. لا يعني نفرض هو مية البحر 40,000، احنا جبناها 20. حطيناها بنسبة 20 جرام في اللتر، تدينا 20,000 BPM. تمام. وبعدين زرعتها بعد ما طلعت الجنين، وزرعته بيئات معينة، فأنتج طلع فيه أنا جبت طبعا اللي كان عندي من الطفرات ديت 4 8 10 طفرات. ففي طفرات ما طلعتش، في طفرات نص ونص. اخترت هم طفرتين 2 اللي طلعوا 100%. هم دول اللي اشتغلت عليهم بعد كده. ما كان بقى انا لما احط 40-50 اقعد اشتغل عليهم ويطلع على الفاضي. فهم الاثنين اللي طلعوا انا خدتهم واكثرتهم. وطبعا في المعامل الامريكيه، ولان الراجل جيرالد ديزا ده اداني تقريبا تلت المعمل. كان فيه كام لمنه او حاجات اللي بنربي فيها ديت، مصر خدت تلت البتاع، والدول الثانيه الباقيه خدت. بقى يقول لا اديله لأهمية الابتكار ده. لأهمية الراجل الابتكار. وكان من ضمن الحب ليه للحاجه زي كده، كان الحاجات انا اروح اشتريها يقول لا والله ما انت دافع ولا $. يجي معايا بالعربيته يمول الموضوع، هو يمول من جيبه. والمنحه اللي انا واخدها ما بصش فيها. يعني هو الراجل، انا عارفه يا دكتور ان حضرتك حصلت على جائزه الابتكار عن المشروع ده بقى. اهو لا اهو يعني حصول حضرتك على الشهاده اللي عندي الابتكار. اكاديميه البحث العلمي والتكنولوجيا، جائزه تنميه الابتكار والاختراع في مجال التنميه البيئه اللي احنا بنعمل فيها. ودي جايزه معانا. ودي جايزه من جامعه ميريلاند على اللي هي بحمل السليتي والدراوت في الويت القمح. تحمل الملوحه والجفاف. ديت من جامعه ميريلاند. تمام. طيب، عايز انتقل مع حضرتك لناحيه تانية. حضرتك لما رجعت مصر، هل فكرت ان حضرتك بعد نجاح التجربه ان انت تعمل حقل ارشادي تزرع فيه بنفس الظروف اللي جربتها؟ اكيد فكرت. طيب ايه اللي حصل؟ اللي حصل انا خدت البذره اللي هي ديت اللي انا اشتغلت عليها في امريكا، وجبتها معايا سرقه. يعني مش سرقه، يعني الحاجه اللي تعب وشقايه. جبته مصر بلدي، ورحت موديهم. حطيت جزء معايا وجزء وديته لمعهد بحوث الصحراء. تمام. في وزاره الزراعه. وللاسف الشديد انني رحت سالت عليه بعد فتره. انا سافرت تاني ليبيا عليه، لقيته ايه؟ ضاع. سنه كام الكلام ده؟ سنه 2007 2006 2007. يعني حسيت ان كان في اهمال وقتها؟ طبعا كانوا هم بيدهنوا المعهد او البتاع ديت. ضاعت ضاعت معايا. فداهم. فانا ابتديت اشتغل على اللي معايا. اللي معايا جزء، انا مش الباحث لازم يسيب جزء. طبعا يحتفظ. وده فضله من الله. وكان راجل رئيس المعهد زي صيته وبتاع ده حرام. يعني انا حزنت. انا جيت من بره لقيت قال لي لا ده كلمه بندهن وبتاع، وراح وخلاص العوض على الله. والحمد لله باذن الله تعالى. وانا رايح ليبيا حصل ان السلالتين دول نزل. كنت في منطقه في ليبيا اسمها الجبه. الجبه دي علو 900 متر عن سطح البحر. فأنا رحت خدت العينات بتاعتي ديت ورحت
ورحت هناك. الكميه من برضه هي معايا، انا حاططها وبمشي بيها. لقيت لقيت ان الدنيا مطرت، ومش مطرت ميه، مطره كتير، يا ريت مطرت تلج. تمام. وقعد التلج ده، انا كنا بنروح شهر 11 كده، فقعد التلج ده لغايه شهر ابريل او في نفس المنطقه ديت. التلج بينزل من شهر 11 لشهر 4 في المنطقه دي. قعد على النباتات ديت. بصيت لقيت التجربه اللي انا زارعها طالعه زي جميله جدا، بس اتغيرت. التغيير ده من عند الله، اسمها سبونتونيوس موتيشن، طفرات تلقائيه او طفرات الهيه طبيعيه. اللي اتغير صنف واحد وصنف 3 زي ما هو. اتغير ازاي؟ للاحسن يعني؟ يعني للاحسن او صفات الهيه، يعني بيعلي الانتاجيه اكتر. يعني ايه؟ يعني كانت لقيت الصنف واحد ديت ده يعني بيتحمل الملوحه اكثر والجفاف والبروده والحراره. وانت زرعتهم برضه على ميه البحر؟ وانا زرعتهم في ليبيا على ميه البحر. حضرتك زرعتهم على ميه البحر، ولما نزل عليهم تلج اتحملوا التلج برضه، فهم يتحملوا الجفاف ويتحملوا البروده. ايوه الاثنين. ف يعني ديت يعني خدت دلوقتي عندي صنف واحد ده صفاته مختلفه، فعشان الصنف اقول انه طلع، ولذلك سميته الفتاح العليم. حاجه فاتحه فتحت لوحدها كده من عند يعني الله، من عند الله. فتاح العليم دي من اسماء الله، فحاجه فاتحه ان شاء الله، بدايه سيدنا يوسف، فان شاء الله ربنا هيكرمنا، ربنا يفتحها علينا يا رب. طب هستاذن حضرتك يا دكتور، احنا نتوقف بس مع فاصل اعلاني ونرجع نواصل حوارنا مع حضرتك. فاصل ونرجع نواصل حوارنا مع دكتور عبد الرحيم، فخليكم معانا. مع خدمة كاشاوي من البنك الأهلي المصري تقدر تسحب فلوس كاش بكارتك من ماكينات نقاط البيع POS بكل سهولة من محطة البنزين أو الهايبر ماركت. كاشاوي بتوفر لك السحب بفئات نقدية صغيرة على مدار اليوم وفي الأجازات والأعياد الرسمية. الخدمة متاحة لحاملي بطاقات البنك الأهلي المصري والبنوك الأخرى. مع كاشاوي السحب في ثواني. البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. تطبق الشروط والأحكام. فعاليات الإعلان عن رعاية 10 من أبطالنا الرياضيين اللي يعني ده رافعين اسم مصر دايما في المحافل الدولية، وكلهم يعني أسماء على المستوى العالمي، حاجات بنفتخر بيها جدا. احنا لما حطينا طريقة التفكير والأساس هو شراكة وطنية، شراكة مجتمعية، لازم يخرج مع الأساس كمان الدور البروفيشنال للكسب. مشروع سعيدة طبعا بالرعاية، ولا احنا عندنا أبطال خصوصا في الألعاب الفردية، ودي أول رعاية مصرية ليا في مصر، فدي أنا بشرف بيها، وإن شاء الله يا رب المرة الجاية يكون معانا عدد أكبر. أنا مبسوطة جدا إن أنا موجودة هنا، وإن أنا بقالي 3 سنين مع بنك القاهرة. بقى دي رياضة مصرية مش رياضة أولمبية ورياضة بارالمبية، فأنا بشكركم جميعا. أنا دي أول سنة مع طبعا بنك القاهرة، فإن شاء الله تكون حاجة كويسة، وعندي أول بطولة هي بطولة عالم في شهر 7، فإن شاء الله نعمل إنجاز تاريخي جديد، ورعاية بقى إن شاء الله.
المصري هيقف جنبك وهيساعدك تزرع أرضك. ازرع وصدر واحنا في ظهرك. البنك الزراعي المصري، راعي أرض مصر. الحياة حب الحياة واوعى تجادلها. الحياة حلوة الحياة. الحياة حب الحياة هتشوف جمالها. الحياة حب الحياة واوعى تجادلها. الحياة حلوة الحياة. حلوة الحياة، عيشها واحنا نأمنها لك. مصر لتأمينات الحياة، بكرة يبدأ النهاردة. القمح أكثر المحاصيل الغذائية أهمية بالعالم، وتعتمد مئات الملايين من الناس في جميع أنحاء العالم على الأغذية التي تصنع من حبوب نبات القمح، ويتم طحن هذه الحبوب فتصبح دقيقاً يدخل في صناعات غذائية كثيرة وأطعمة مختلفة. ويغطي القمح في أجزاء كبيرة من مسطح الكرة الأرضية، حيث يغطي أكبر مساحة من أي محصول غذائي آخر. والدولة الرئيسية المنتجة للقمح في العالم هي كندا، الصين، فرنسا، الهند، روسيا، أوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية. ويبلغ الإنتاج العالمي للقمح حوالي 735 مليون طن في العام. وقد استحدثت صفات جديدة ومرغوب فيها من القمح على مدى عصور زراعته، حيث حدوث تطور تدريجي في تحسين سلالات أنواع القمح تنتج كميات كبيرة من الحبوب تستطيع مقاومة البرودة والأمراض والحشرات وغيرها من العوامل الأخرى التي تهدد محصول القمح. ونتيجة لذلك ارتفع إنتاج القمح بدرجة كبيرة، ومع نجاح زراعة أنواع جديدة من القمح بمياه الأمطار ومياه شديدة الملوحة عالية النضج ومقاومة للآفات، وتحقيق إنتاجية كبيرة بزراعته في التربة المالحة واستخدام مياه البحار للري لتحقيق الاكتفاء الذاتي لمصر من القمح. عدنا أعزائي المشاهدين مع الدكتور عبد الرحيم النجار، وعايز أسأل حضرتك يعني تقييمك لهذا الاختراع أو الابتكار مش اختراع، ده هو حاجة إلهية يعني التجربة يا دكتور عبد الرحيم. نعم. إيه اللي ممكن تفيد بيه؟ هو أولا أرد على سيادتك، ده بيتحمل الظروف القاسية في الأراضي اللي هي مش بتطلع حاجة. ممكن يعني يتزرع فين؟ يتزرع فيه ويجيب انتاج. فين؟ ايه الاماكن اللي في مصر ممكن يتزرع فيها؟ يا سينا، احنا زرعناها في اماكن كتيره وجابت على 10,000 بي ام يعني. انا عارفه ان حضرتك ليك تجربه في سيناء زرعته. زرع ما كان معايا الاستاذ ابراهيم. كان معاك الاستاذ ابراهيم وادى انتاجيه كبيره جدا. ادى 16 او 17 ارداب للفدان في ارض لم تزرع بميه البحر معالجه. هي ارض الملح الارض مملحه، ارض مالحه. يعني الميه اللي راوت ميه ابار ولا ميه ايه؟ اللي رمى ميه مش يعني اعتبر ميه صرف او يعني صرف معالج؟ صرف زراعي معالج. لا كان زمان، كانت زمان بقى مش معالج يمكن يعني. المهم ارض الميه مالحه والتربه مالحه 12,000 بي ام الملوحه، وجاب الكميه دي. وبعدها زرعنا بقى الاشجار المانجا والحاجات ديت. هو الميزه فيه في صنف الفتاح العليم ده ان هو بيمص الملوحه.
يعني انت لو ما بيتاثرش بالملوحه، بيمتصها. لا بيمتصها. وبالتالي نقدر نستغله بقى في اي تربه هي اصلا مش خصبه، هي مالحه نقدر انا زارع دلوقتي بقالي من 15 سنه 20 سنه بزرع على 15 و10000 في مزرعه الكليه. في مزرعه الكليه وبعدين ما بتتغيرش، يعني لو كانت في حته تانية كانت طلعت عليها الملوحه والبتاع ده، بزرع لان بزرع النبات ده بيقدر ايه ياخد جزء منها او يعمل. نمره 2 النبات السنبله بتاعته كومباكت سبايك. يعني ايه؟ يعني السنابل السنيبلات بتاعتها ملزوزه في بعض. السنيبلات ملزوزه، فاحنا لو حجناها مع حاجه زي صنف فيه السنيبلات فيها اتساعات، وانا بعملها السنه دي، فهتديني ايه عدد كبير من السنابل، انتاجيه اكبر. برافو عليك. طب حضرتك عرضت الاتجاه الرأسي واتجاه ايه الافقي. طب حضرتك عرضت تنفيذ اكيد المشروع ده على جهات بقى ومؤسسات كتير قوي. انا بيشتغل معايا يعني الله الوكيل وزارة الري، وزارة الزراعة، ممتاز، والجامعة ورئيس الجامعة وكل الزملاء بيشتغلوا معايا. بس عايز امكانيات، يعني انا مش هروح اهجن. ما انا عايز اهجن اللي هو سدس ده طول السنبله كده، بس فيها مسافات. انا عندي طول السنبله كده بس ملزوزه مع بعض، لما هجيب دي مع ديت هيضاعف المحصول. حضرتك عايز مساعده او دعم في التهجين دعم من مثلا؟ وزاره الزراعه، ودعم من وزاره ودعم من رئاسه الجمهوريه. انا لا اعمل الا هو في الرئيس انه يهتم يعني يهتم بمشروع حضرتك ده. يعني انا بعت له يعني لان انا يعني كبرت يعني. ربنا يديك الصحه يا دكتور. ربنا يديك بس عايز اقول لحضرتك حاجه. انت اكيد عامل دراسه جدوى للانتاجيه المتوقعه للفدان بهذا كده. ممكن يجيب كام اردب وبيفرق ايه عن الاخر غير يا باشا؟ انا زرعت السنه دي فدان في ارضني من ده تمام. فهو المتوقع له ان شاء الله باذن الله تعالى، يعني على حاجات المبدئيه زرعت فدان، وزرعت فيه تبع وزاره الري في الزقازيق فدان تبع وزاره الري في المحطه بتاعتهم اللي هي بيروى بالانابيب والحاجات دي تبع الري. ميه فيها نسبه ملوحه عاليه مش كده؟ فيها ميه ابار يعني. فلا انا كان الهدف الاساسي بديها ميه ابار شويه، بس الهدف الاساسي شوف ايه. طب دي لو اديتها يعني لو ميه بحر محتاجه معالجه عشان تقلل نسبه الملوحه. لو دي انا طلبت من الوزارات قبل كده بعد كده حط فلتر مبدئي. مش الكميات اللي بيحطوها ديت واقعد نجرب. فلتر مبدئي يشيل الاملاح ديت وازرع. عايزه مساعده من وزاره الزراعه، دعم. عايزه دعم. لكن هتوفر كتير جدا يا دكتور. يعني انا بتخيل اللي حضرتك بتقوله ان احنا نقدر نزرع اراضي من ميه بحر. يعني احنا شايفين مش مصر، العالم كله يعاني من دلوقتي من نقص في المياه، من تغيرات مناخيه. سعاده الراجل اللي كان معايا في امريكا راما جابول ده زرع الهند، خلاها تصدر قمح. الهند اللي فيها مليارات ده اتعممت التجربه عنده في الهند وليه ناس بتساعده. انا جاي ما فيش. كانوا بيدهنوا وقتها عشان لكن دلوقتي احنا نتمنى ان هو يعني وقت ما حضرتك قدمت دهن هم ضيعوا الطفرات والبتاع. يعني خلينا ننسى الماضي، لكن احنا حاليا الدوله مهتميه جدا بالزراعه ومهتميه جدا بهذا الفدان بيجيب 30 أردب ان شاء الله. ان شاء الله يعني 4 طن للفدان او ممكن يزيد بميه ابار عاليه الملوحه. ارض ملح. ميه صرف زراعي ولا صرف عادي؟ صرف زراعي. وهو نفس السنبله بتاع الساق بتاع القمح بينقي ده. انا بس ديت اللي هو الاكسار الراسي اللي انا عايز الراسي.
والافقي ازرع زي ما انا عايز على ميه ابر 20,000 15,000 10,000. كل ما نقصت شويه هو القمح بس اللي بيحتمل الملوحه ولا ممكن تزرع حضرتك يعني نباتات اخرى ومحاصيل اخرى؟ ايه المحاصيل الاخرى اللي ممكن مع القمح؟ القطن القطن يستحمل برضه. عندك الشعير. كان سياده اللواء كان معايا وكان بيتكلم عن ابتكار حضرتك من اسبوعين يمكن، وقال لي انه الرز بالرغم ان الرز احنا عارفين انه بيحتاج غمر ومياه كثيره، ولكن زرعت رز. انا عارف زرعنا، والدكتور سعيد مطلع حاجات عرابي 1 و2 و3 بالظبط. حاجات كويسه يعني الرز استجاب برضه. احنا عاوزين المحاصيل الصعبه يعني الرز من المحاصيل عاوزين تشجيع منكم ووزاره الزراعه ووزاره الري تتبنى المشروع. احنا بنطرح اهوت على السيد وزير الزراعه الاستاذ سيد القصير ان شاء الله باذن الله يتبنى المشروع. والاستاذ سيد انا قعدت معاه وزير الزراعه راجل محترم جدا ويتمنى، بس اديله فرصه ان شاء الله. حاضر. طيب انا هستاذن حضرتك اخر فاصل اعلاني هنتوقف معاه ونرجع نواصل حوارنا مع حضرتك. هنتوقف مع فاصل اعلاني ونرجع تاني. والله كتر خير. في موسم الدراسة تنطلق أسراب الطلبة في رحلة شاقة بحثا عن الواي فاي المجاني، وعند الاتصال بواي فاي غير آمن يسرع بعضهم لمتابعة الإنترنت البنكي، فيسقط أحدهم فريسة للهكر دون أن يشعر باقي السرب، ويستمر في السقوط واحد تلو الآخر. ما تخليش نفسك صيدة سهلة. اتأكد انك على واي فاي آمن قبل ما تدخل على موقع البنك وتدخل بياناتك. لو بياناتك راحت فلوسك راحت. البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. معاك في نجاحك مع برنامج تمويل الخدمات التعليمية للجامعات الخاصة والمدارس الأجنبية. معاك في طموحاتك مع برنامج تمويل شراء السيارات الجديدة والمستعملة. بنك البركة بيسهل لك إجراءاتك في خدمات بنكية تناسب كل احتياجاتك. في بنك البركة نجاحك هدفنا، لأن نجاحك من نجاحنا. بنك البركة، شركاء في الإنجاز. نادت 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 الخير هيجي يا بلد. نادت 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 الخير هيجي يا بلد. الزرع من عرق السقا والرزق يحلى بالشقا. لو حتى أرض محندقة تقدر بإذن واحد. البنك الزراعي المصري هيقف جنبك وهيساعدك تزرع أرضك. ازرع وصدر واحنا في ظهرك. البنك الزراعي المصري، راعي أرض مصر. إنك تشتري بيت أحلامك فكرة رائعة، بس في أسئلة كتير هتفكر فيها. محتاج فلوس قد إيه؟ ممكن تستلف كام من معارفك؟ فعلا هقدر ولا الموضوع فوق إمكانياتي؟ في طريقة سهلة تلاقي فيها كل الإجابات وتشتري بيتك الجديد مع المصرف المتحد، وبالتعاون مع صندوق التمويل العقاري للإسكان الاجتماعي هتلاقي البيت المضمون في أحد المشاريع اللي بتقوم بيها الدولة في كل مكان. البنك هيساعدك تعرف ميزانيتك والحد الأقصى للدخل اللي هو 4200 جنيه مصري للأعزب و5700 جنيه مصري للأسرة، ومبلغ القسط اللي تقدر عليه كمان، وتثبيت العائد على أقساط شهرية متساوية طوال فترة التمويل، أقساط شهرية ثابتة أو قسط شهري يزيد بقيمة 7% سنويا. هتقدر تعرف قيمة تمويلك اللي بيوصل ل 85% من قيمة الوحدة. البنك بيسهل لك كل الإجراءات والموافقات المطلوبة وتسدد على 20 سنة. مبروك!
دلوقتي تقدر تحتفل في منزل أحلامك مع المصرف المتحد. كلمنا على 19200 أو ادخل على theubeg.com. المصرف المتحد، انطلق معنا، تطبق الشروط والأحكام. رجعنا مع العالم المصري الدكتور عبد الرحيم النجار، وعايز اسال حضرتك ايه متطلباتك علشان الموضوع دوت يخرج للنور ويتسع؟ يعني أنا شاكر جدا لهذا السؤال، وأتمنى من الشباب المصري، أتمنى من شباب الباحثين إن احنا يعني يساعدونا أنا وغيري لننهض بمصر، وإن شاء الله سنكتفي ذاتيا قريبا بإذن الله، ليس من القمح فقط ولكن من محاصيل أخرى، كل واحدة لها دور، وإن شاء الله ربنا كريم. واللهم إني قد بلغت اللهم فاشهد، اللهم إني قد بلغت اللهم فاشهد، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله ان شاء الله باذن الله. وتحياتي الى قائدنا وملهمنا الرئيس السيسي. لا ان شاء الله باذن الله، يعني كل المتطلبات بتاعت حضرتك دي ان شاء الله باذن الله، وكل العقبات ان شاء الله يعني يتم تذليلها قريب. طب عايز اسال حضرتك برضو عشان اللي بيتفرجوا علينا يبقوا فاهمين، حضرتك عايز دعم واحنا فهمنا الدعم، هل كمان بيبقى في تكلفه معينه؟ حضرتك متوقع ان التكلفه هتكون عاليه؟ هنحتاج مثلا رجال اعمال يتدخلوا مع الدوله؟ هل في مؤسسات بس الدوله قادره لوحدها؟ يعني الرؤيه كده للدراسه الجدوى بتاعت حضرتك اللي هي المادة الموجودة اللي هي الحمد ديت لله، الجينات ديت اللي دخلت بفضل الله الحمد سبحانه وتعالى، بفضل الله ليس لأحد لها دخل فيها، ديت هتسهل كل حاجة. تحلية المية يا دكتور عبد الرحيم نفسها، يعني البعض قالوا انها كلفتها عالية كنوع من انواع التحلية، يعني مثلا لو قلنا مياه البحر كلفتها عالية، فهو دايما بندور على الكوست بتاع الفدان بتكلف كام، ولكن هو طبعا مفيد ان انت بتدور على مصدر كبير ومتجدد اللي هو مياه البحر، ان انت تحاول انا من يوم ما اشتغلت وانا عايز على ميه البحر دي، وان شاء الله هنوصل لها، وان شاء الله احنا زرعنا السنه دي بفضل القوات المسلحه، وعندنا سياده اللواء نبيل ابو المجد، نبيل ابو النجا ورفاقه. الناس ديت عندهم امل كبير، وان شاء الله ربنا هيحقق املهم. يعني القوات المسلحه ورجال الجيش يعني لهم الفضل بعد الله سبحانه وتعالى. وزاره الري، وزاره الزراعه، كلهم اخوه وزملاء، فاحنا كلنا شعب واحد ومصلحه واحده، وان شاء الله هتبقى مصر ابد الدهر كما كانت باذن الله. وعلى الله قصد السبيل ان شاء الله، ان شاء الله يا دكتور، وان شاء الله الفتره القادمه كل المشاكل دي تتحل، واحنا شايفين ان هو مشروع الحقيقه ممكن يعمل نقله الحقيقه كبيره جدا بالنسبه لنا زي ما حضرتك بتقول، لانه مياه البحر لا تنتهي، يعني احنا ما عندناش اكتر من مياه البحر، وعندنا اكتر من بحر، حاجه والمناطق دي عندنا صحراء واسعه، يعني ممكن نزرعها كلها لو هتستحمل الجفاف وهتستحمل الملوحه. اكتشفتها في ميه البحر، يعني انا وانا بزرع سهل الطينه، هي كان مياه البحر كان السهل ده، سهل الطينه ده. ايه سهل الطينه ده؟ منطقه؟ نعم، منطقه اسمها سهل الطينه؟ فين؟ في سيناء. تمام. ديت كان فرع من افرع قناه السويس، وكانت ماشيه فيها ده. اكتشفنا ان الميه البحر ديت فيها نيتروجين، فيها بوتاسيوم، فيها العناصر المغذيه الممتازه عاليه جدا. ممكن فصلها والاستفاده منها، ممكن احنا نزودها او ناخدها ونفصلها وتكون خير للبلد، خير للبلد. وانا معايا تحليل بالشكل ده
كتير. يعني الميه نفسها استفيد منها في اكتر من إحنا حاجه، أشيل اعالجها، اخد جزء ازرع بيه، جزء اخد منه البوتاسيوم، جزء اخد منه. الله ينور عليك. اشيل انا الصوديوم كلورايد دي ممكن اشيله. والعلماء كتير عارفين. والعلماء ويستخدموه في الملح. بس يا ريت الواحد لما يعمل تجيله فكره يخليها لله، مش عشان يتكسب منها او يعمل يعني فكره للانسانيه. المفروض الفكره تكون للانسانيه للعالم. طب ايه الاماكن اللي ممكن حضرتك تقترح فيها الزراعه؟ هل سيناء؟ ما هي سيناء. سيناء، وعندك المغرة، وعندك هل الصحراء ناحيه ليبيا؟ الصحراء الشرقيه والصحراء الليبيه ناحيه ليبيا، حدود الليبيه الغربيه والشرقيه. وبعدين انت عندك سيناء الجنوبيه والشماليه، وزرعنا فيها جامعه الملك سلمان، زرعت فيها. تمام. الطور زرعنا فيه وممتاز جدا. ما احنا عندنا الصحراء اصلها ما شاء الله. الطور دي جابت 22، جابت حوالي 20 أرداب، وهي في سينا. يعني بس عايزه ناس وشباب. شباب مش يجي لا يا دكتور، انت الخير والبركه، ما تقولش كده. ربنا يدي لحضرتك البركه في حضرتك. والله العظيم انا بعتبرها ان دي كانت شهاده استشهاد لوجه الله. لا باذن الله. ان شاء الله حضرتك تتعاون مع الشباب والشباب يستفيدوا من حضرتك. من هنا من الحديده كانت في الارض، وبعدين قطعت البتاع. المهم قلت يا ريت كانت خلصت على ليه يا دكتور؟ احنا يعني نتمنى العلماء عايزين نستفيد من علمك وتجاربك. ان شاء الله باذن الله المشروع دوت يرى النور ويخليك لكل الباحثين وتلامذة حضرتك والشباب اللي طالع محب ان شاء الله لهذا المشروع القومي. يعني والله فيها مصر ام الابتكار وام الفكر. ان شاء الله. أكيد. نتمنى ان شاء الله لحضرتك التوفيق، والفكره وصلت وبنعرضها على السيد وزير الزراعه الاستاذ سيد القصير، وان شاء الله باذن الله تدخل حيز التنفيذ. في نهايه الحوار بشكر العالم الدكتور عبد الرحيم النجار، استاذ بكليه زراعه جامعه قناه السويس. شرفتنا يا فندم. شرفتنا يا دكتور، نورتنا. خلصت حلقتنا معاكم النهارده، ان شاء الله بكره اللقاء يتجدد واسره جديده ومباشره من مصر. الراعي الرسمي